فتاة عمرها 18 سنة واسمها فرح، ملهاش غير صديقة واحدة بس اسمها آية. حصل ان دي صاحبتها وصاحبتها من زمان. بتاكل معاها وبتشرب معاها وبتنام معاها وبتقعد معاها على طول. راحت البنت جايبه السكينه وراحت مديها بيها، جت في بطنها ولا جت في جنبها، وقعت من طولها. فضلت العيله مرميه 3 ايام. جايين يتخلصوا من جوزها، رنت على صاحب الشقه. يعني كنت صاحب الشقه ما اعرفش، هو اكيد ماشي مع البنت دي، لا مرافقها لا ماشي معاها، الله اعلم ايه علاقتهم ببعض. وآية كانت مأجرة شقة وكلمت فرح علشان تروح لها الشقة. راحت آية جابت لفرح عصير، راحت داخلة جايبة السكينة ومخلصة عليها وسابتها في الشقة 3 أيام، لحد ما الجيران شموا ريحة وراحوا اشتكوا لصاحب البيت. وصاحب البيت كلم آية اللي مأجرة منه الشقة واعترفت له على كل حاجة. وبعد كل ده راحوا واخدين جثة فرح في توك توك ورموها في ترعة.